يا صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، دي قناة يوميات جيجي وانا جيجي. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده احنا صحينا من النوم الجو مولع نور، يعني لازم ندور على اكله كده خفيفه. اكيد مش هناكل اكل مسبك وفيه صلصه وبتاع. فاحنا قعدنا ندور على حاجتين، اول حاجه تكون الحاجه موجوده في البيت، لان صعب جدا ان حد يقدر يطلع في الحر ده يجيب اي حاجه. فانا قعدت ادور كده ايه اللي موجود عندي، ما كانش عندي غير لحمه بصراحه. إيه، ما عنديش حتى رز، كان عندي مكرونه. فقلت خلاص انا هسلق حتتين لحمه واعمل شويه مكرونه. طب هنحطهم كده؟ لا، انا قلت افكر بقى ايه. عندي ملوخيه ناشفه في الديب فريزر، الملوخيه دي انا اللي عاملاها. يعني انا جايبه الملوخيه، جبت 15 كيلو ملوخيه السنه اللي فاتت، وجبتهم ليهم مواصفات يعني معينه. جبت اهم حاجه تكون الملوخيه خضراء والورقه بتاعتها عريضه وحلوه. جبتهم قرطفتهم، وقعدت طبعا خدوا مجهود، يعني ما اتعملوش بالسهل. وغسلتهم غسله حلوه كده ونشفتهم. وخلوا بالكم الملوخيه دي هتلاقوا بصوا روعه، يعني اما تتعمل هتلاقوها لونها اخضر. ليه بقى؟ لان انا منشفاها تحت المروحه، مش منشفاها في الشمس. عشان كده لو نشفتيها في الشمس هتصفر. دي انا منشفاها تحت المروحه. دي انا بوريكم هنا الحاجه، اللحمه بتاعتي ده كيلو لحمه. هنرجع تاني لموضوع الملوخيه. المهم بقى حطيت بنشفها تحت المروحه، ما بنشفهاش في الشمس عشان ما تصفرش. هوريكم كده انا عاملاها ازاي. اولا نظيفه جدا، ما فيهاش رمل. يعني واي واحده ممكن عادي تعمل الملوخيه الناشفه دي في البيت. تعالي بقى اشتري الملوخية من بره، هتلاقيها كلها رمل ولونها اصفر طبعا من الشمس، وفيها حاجات تانية غير الملوخية كمان يعني. لكن دي انا مقرطفاها بايدي وغسلاها غسلة نظيفة جدا كذا مرة، ومنزلة منها الرمل و... ونشفتها تحت المروحة زي ما بقول لكم. وما خدتش معايا تقريبا يومين تلاتة كده، وبعدين بدأت لميتها وحطيتها ايه في الديب فريزر. دي صلصة اكتشفت برضو اني ما عنديش طماطم، فكنت هلغي موضوع الملوخية ده خالص. بس بفتح الديب كده، لقيت ده كيس صلصة كنت الظاهر كان زيادة فحطيته في الديب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض كده. اول حاجة هقشر بصلاية كده عشان احطها للحمة. بصوا المشكلة كمان، لقيت اللمبة بتاعت المطبخ محروقة. يعني بصوا اليوم ده كله كده ملخبط، جو نار. الدنيا معايا كلها ملخبطة، في حاجات ناقصة في الأكل. اللمبة بتاعت المطبخ كمان اتحرقت، يعني مش عايزة أقول لكم الدنيا كلها بايظة معايا. هجيب التوم بقى اقشره، والتوم برضو يعني في مشكلة ان انا جايباه توم بلدي، فالفص بتاعه قد كده. يعني التوم اللي هو التاني ده بيبقى الراس كلها 3 4 فصوص. فده توم بلدي بقى طلع عيني في موضوع التقشير. هنسلق اللحمة. اللحمة حلوة قوي بصراحة، جايباها يعني نظيفة وفيها دهون، يعني هتعمل شوربة حلوة. كده هحط اللحمة على النار. بصوا انا واقفة مولعة في المطبخ بجد حر بطريقة فظيعة. بس انتي لازم تعملي اكل العيال، مش هتقدري يعني تسيبي العيال كده. حتة سمنة وشوية زيت. وهبدأ بقى ايه اعمل التومة بتاعة الملوخية. ما انا اكيد مش هستنى لما اللحمة تستوي، قلت بقى اللحمة تستوي براحتها واحنا نشتغل في الايه في بقية الحاجة. جبت التوم الصغير ده قشرته، بس بجد طلع عيني. بس الحمد لله خلصته خلاص، ما رضيتش اصور لكم بقى الحتة بتاعة تقشير التوم دي، مش مستاهلة. هنحمر بقى التومة دي تحميرة كويسة. انا ما بحبهاش ني في ني زي ما انتوا عارفين، يعني انا بحب الحاجة مسبكة ومتحمرة تحميرة صح. لو جربتوا بقى الملوخية اللي انا بقول لكم عليها دي، بجد والله احلى من الملوخية الخضراء واطعم. يعني انا بعملها على طول، انا عندي اي حاجة بتزنق عندي خلاص الملوخية في الديب تحت. بطلع شوية كده اعملهم خلاص. يعني لو ما عنديش، بصوا دايما عندي في الديب ملوخية ناشفة، فاصوليا، لوبيا، التلاتة دول لازم يبقوا موجودين في البيت. جيت في يوم مثلا انا ما اقدرش اطلع في الحر اجيب حاجة، لا هطلع شوية ملوخية اعملهم، شوية فاصوليا شوية لوبيا مع شوية الرز. الرز طبعا اكيد لازم يبقى موجود في البيت. قولوا لي ازاي انتي ما عندكيش رز بقى؟ بس خلص. يعني انا كنت جايبة 5 كيلو وخلصوا. والجو حر، وبقالي فترة كده ما بقيتش اطلع كمان بالليل، يعني ولا بطلع الصبح ولا بطلع بالليل. بصلة حلوة بقى عشان تسكر لنا كده الشوربة، وشوية ملح وفلفل اسود. بصوا شكل اللحمة وريحة اللحمة بقى فظيعة بجد.
هاجي بقى هنا احمر المكرونه. انا قلت تغيير بقى، يعني انا ما عنديش رز، بس بصراحه انا يعني بقالنا كذا مره نعمل رز، ولسه كنت عامله السمك مع رز، فقلنا بقى نعمل ايه، مكرونه محمره. بس هحمر بقى المكرونه هنا، حطيت برضو حته زبده وشويه زيت، وهبدا احمر المكرونه بقى هسيبها براحتها، يعني نفضل نقلب فيها كده واحنا سايبينها على النار. في نفس الوقت الصلصه بتاعت الملوخيه قربت تخلص. انا هعمل كيس مكرونه واحد، لاني دايما بعمل كميات وبتطلع كتيره وبتترمي. بس المكرونه كده مع نفسها بقى، وانا هروح بقى ايه اظبط الملوخيه دي. طبعا انا محططها في الديب، ما بفركاش وبعملها بالمنخل وكده، لا انا بسيبها تحت المروحه تنشف خالص، واحاول ايه المها كده بايدي، واحطها في كاس وبحطها في الديب. لما باجي اعمل بقى بطلع كيس الملوخيه وابدا اعمل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. في شويه مواعين بقى، طبعا ايدي في المواعين على طول علشان الجو حر، انا مش هقدر بعد ما نخلص اكل اقف تاني على المواعين. فقلت لا، ايدي فيهم كده، اي حاجه طبق حاجه تتوسخ اغسلها على طول. وبتبقى سهله بقى معاكي، وبالذات اما الحاجه بتبقى لسه متوسخه وما كانتش فيها الوساخه، لا خلاص بتغسليها على طول بتبقى زي الفل. بس ما بسيبش حاجه بصراحه تتكوم عليا علشان الحر بس، والمطبخ صعب قوي في الحر. بس كده هخلص المواعين ونرجع بقى لموضوع الملوخية تاني، هنبدأ بقى نشوف احنا هنعمل فيه ايه. هنشرب بقى الحاجة ونسيبها كده تصفي في الصفاية، وبعد كده بقى نحطها في الطرف. خلوا بالكوا هرس التوم دي اهم حاجة، انك تطلعي التوم اللي فيها، لانك لو سبتيه فيها بينشف وبيبقى مشكلة ما بتعرفيش تطلعيه بعد كده، لازم بقى تنقعيه في مية سخنة. هجيب بقى كيس كده وفتحته، وهدلق بقى الملوخية بتاعتي، شوفوا خشنة ازاي. متنفعش طبعا تتعمل كده خالص، بس ما اقولكوش ريحتها وهي طالعة فظيعة بجد. هاخد شوية كده واحطهم في الخلاط واضربهم كده ضربة خفيفة، ما نعمهمش قوي، عشان تبقى برضو شكل الملوخية الخضرة كده، يعني بيبقى فيها حتت صغيرة كده. هبدأ بقى اضربها في الخلاط ضربتين كده، وبعدين ايه هجيب المصفى واصفيها، عشان لو فيها عيدان كده ولا فيها اي حاجة تخينة ما اتضربتش تطلع في المصفى. وبرميها طبعا مش بحطها. بس هبدأ بقى انزل الجزء اللي تحت ده طبعا اللي انا هستخدمه، لكن اللي في المصفى ده هرميه، اللي هيتبقى طبعا، يعني اكيد مش هرمي كل الملوخية. بس كده دول طلعوا بقى كده، دول برميهم، لانهم بتبقى على العيدان بتاعه الملوخيه. ما انت لما بتيجي تقرطفي الملوخيه مش بتاخدي الورق، لا بتاخديها بعود كده، عشان العود ده بيتاخد منه شويه، لما تيجي تعمليها في الشوربه بتعمل عرق، ما تبقاش سايبه كده لا. بصوا بقى شكل الملوخيه بصراحه، ولونها اخضر، والله العظيم لو جربتوا الملوخيه دي مش هتاكلوا الملوخيه الخضره تاني. طبعا دي مش زي اللي بره خالص، يعني عندكم الملوخيه اللي بره دي يعني بصراحه مش ملوخيه، ما بتحسيش ان دي طعم ملوخيه، وبيبقى لونها اصفر وفيها حشيش كده ناشف مش حلو. هدي تقليبه كده للمكرونه، لسه برضه عشان مهديه عليها النار في المصفى كده، اغسلها واخلصها. بص انا مش عايزه اسيب، انا عايزه وانا طالعه كده ابقى مخليه المطبخ زي الفل، عشان ما ارجع اعمل فيديو تاني تبقى ايه يبقى المطبخ نظيف. الفيديو بتاع النهارده اتاخر، لان انا فعلا صاحيه متاخر النهارده، كنت تعبانه شويه امبارح وعيني كانت بتوجعني. حطيت لها قطره، وبعد كده بقى ايه هبدا بقى انا ايه اخلص الفيديو بتاعي. انا عارفه ان هو ده هينزل متاخر شويه. دي البتاع بتاعه الخلاط برضو لازم اغسلها اول باول، لان لو ركنت فيها الملوخيه هتبقى عامل فيها ريحه ملوخيه، فلازم اغسلها كويس واشيلها. بعد بقى ما نخلص دول الملوخيه خلاص عندي خلصت، هجيب بقى الشوربه وابدا ايه نعمل الملوخيه مع بعض. اهم حاجه بعد ما تخلصي الملوخيه ما تغطيهاش، عشان الملوخيه لو غطيتيها بتسقط تحت، والشوربه بتطلع فوق، فبتعمل فاصل ما بين الملوخيه والشوربه.
ماشي كده، خلصنا المواعين. هنرجع بقى لايه، للصلصه بتاعتنا. الصلصه بقت 10/10، تحفه بجد. وهاخد فيها حته كده دهنه من اللحمه واحطها في قلبيها عشان تعمل طعم الملوخيه. هي كده كده الملوخيه معموله بشوربه، بس برضو دي نحط لها حته كده قطمه. ابص على اللحمه كده اشوفها استوت، الحله مولعه نار والبخار طالع مولع نار والمطبخ مولع نار، انا مش عارفه بجد اروح فين. انا مش عارفه امسك حتى الغطا مولع نار. بس هبدأ بقى كده قدامكم المطبخ. بصوا يعني ايدي في كل حاجة، ما بسيبش حاجة الا لما اخلصها. بالذات يا جماعة في ايام الحر ده ما ينفعش ابدا تسيبي اي حاجة متبهدلة. الشوربة كده بدأت هي تغلي. هبدأ اخد الاول ايه، اسوي المكرونة عشان شوية الشوربة اللي متبقيين اعمل بيهم الملوخية. في شوربة طبعا، دي شوربة كانت عندي في الديب قديمة، مش شوربة جديدة. الشوربة الجديدة بسيبها عشان نشربها بقى جنب الاكل. دايما باخد اكمل اكلي بالشوربه اللي كانت متبقيه من قبل كده، والشوربه الجديده بنشربها، ولو اتبقى منها بشيلها تاني في الديب، مفيش مشكله. كده بقى هنعمل المكرونه كلها بالشوربه عشان تبقى طعمه. هسيبها بقى تتشرب وبعد كده هدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها خالص. كده الشوربه بتغلي، بس انتوا بصوا بقى شكل الملوخيه، شوفوا لونها. بجد ملوخيه خضراء وطعمه بقى، يعني سيبكوا الشكل خضراء لكن الطعم احلى من الخضراء 100 مره. ما يفهمش بقى الحاجات دي الا بتوع الفيوم والصعيد، والصعيد ده هم اللي يعرفوا طعم الملوخيه الناشفه دي ويحبوه جدا. بصوا هم عندهم ملوخيه ناشفه والكشك. الكشك عندهم فظيع. ان شاء الله هعمل لكم فيديو مره، اعمل لكم فيه طريقه عمل الكشك في البيت، بس ده محتاج لبن خض. بصوا بقى الملوخيه، بجد عايزه تشربي، تمسكي الحله وتشربي الملوخيه. بس كده خلصنا الملوخية وخلصنا اللحمة، خلاص بتستوي مع نفسها، والمكرونة هي بدأت تتشرب هتستوي. عايزين ناكل ونطلع من المطبخ بسرعة. هزودها كده شوية مية عشان حاسة ان هي ناشفة شوية. يا سلام، كده اتشربت بقى. بصوا بقى المكرونة شكلها فظيع. بجد هاكل معلقة كده ادوقها. لا بجد حلوة قوي قوي، لا معلقة كمان، بجد انا هموت من الجوع. شوية فلفل اسود بقى وشوية ملح كده عشان تظبط الطعم، وتقليبة كده حلوة. لا ده انا مش هبطل بقى، انا هخلص حلة المكرونة قبل ما نغرف، العيال هتموت من الجوع. هغطيها بقى واسيبها براحتها خالص، ونبدأ بقى. بصوا انا كده خلصت الحلل على النار، المطبخ زي الفل. يا ريت بقى اي واحدة تتشجع وتعمل حسابها لما تيجي تعمل الاكل مطبخها يبقى فله. الملوخية بقى مبرضاش اغطيها عشان ما تسقطش زي ما قلت لكم تحت، فبسيبها ايه متعرية. بصوا المكرونة خلاص فاضل لها تكة كده وايه نغرف. واللحمة خلاص برضو لازم ألسع نفسي، أنا عايزة ألسع نفسي. بصوا بس الغطا مولع، بس اللحمة شكلها فظيع. في الحر ده بقى ما حمرش لحمة أبدا، يعني أنا والعيال نموت في اللحمة المسلوقة. في الشتاء ماشي بتحمري الحاجة بتبقى الجو ساقع، لكن دلوقتي الجو مولع نار، يعني ما تقدرش تاكلي لحمة محمرة أبدا. شوفوا ايه رأيكم في النظافة. عارفة بقى تحبي تفرشي في المطبخ وتنامي. انا بصوا اهم حاجه عندي المطبخ، المطبخ نضيف، مش مهم اي حاجه تانية. هنبدا نغرف بقى كده، جبت اطباق صغيره مش لازم اطباق كبيره قوي. هبدا اغرف المكرونه الاول، وكده كده مش هيهمني بقى الحاجه تسقع ما تسقعش، الجو مولع نار. بصوا هطلع اللحمه الاول. في الحر بقى ما بتحتاجيش يعني تاكلي لحمه كتير، انتوا عارفين حته صغيره كده حلوه قوي يعني، مش محتاجه انك تاكلي كميه لحمه كبيره، الجو مولع اساسا نار. كنت عايزة اخد رأيكم في حاجة، انتوا مين من انصار ان الواحد مثلا يعمل كميات صغيرة وياكل كل يوم لحمة وفراخ وسمك وكده، ولا يعمل كميات كبيرة وياكل يعني مثلا كل واحد ياخد حتتين لحمة والاكل يبقى كتير، ولا حتة لحمة صغيرة النهاردة وبكرة ناكل لحمة تاني وبعده ناكل انتوا ايه رأيكم في الفكرة دي؟ عايزة اشوف كده رأيكم ايه. انا ليا رأي طبعا بس مش هقول.
يعني في ناس مثلا ممكن تجيب 2 كيلو لحمه تعملهم وتعمل محشي وتعمل، وتاني يوم يعملوا عدس، تاني يوم يعملوا بصاره، مش عارفه ايه. وفي ناس لا بيعملوا كميات صغيره، ممكن مثلا يوم كل واحد سمكه كبيره وطبق رز، تاني يوم يعملوا مثلا حتت لحمه صغيره، كل يوم بيعملوا اكل جديد واكل حلو. بصوا شكل الملوخيه فظيع. الشوربه بقى، في بصله جوه الشوربه نفسي اطلعها كلها، بس للاسف نسيتها وكلت من غير ما اكل البصل. جهاد حاطه لي طبق زياده مش عارفه ليه. ماشي هنشيله بعدين لما نخلص بقى نغرف المكرونه الاول. يا ريت بقى تقوموا تتنشطوا كده وتنضفوا مطبخكم وتقوموا تعملوا اكله حلوه. بجد الواحد مش عارفه ليه ما بقاش يعني ايه قادر ياكل الاكل، ولا جايز عشان الحر، الاكل اللي هو زي العدس والكشري. ما اعرفش ليه بقى الواحد يجيله هبوط كده ويبقى تعبان والله بجد. بيبقى عايز كل يوم يعمل اكل حلو حتى لو زي ما قلت لكم كميات كده صغيره. بس وقفة يعني بصوا دلوقتي يا جماعة التكييف ما بقاش رفاهية والله بجد. يعني المطبخ لازم محتاج تكييف. يعني بجد انا متهيألي التكييف في المطبخ اهم من التكييف في الاوض. ما تنسوش بقى اللايك بالله عليكم. ايه رأيكم بقى؟ أكلة بسيطة وخفيفة. الملوخية بقى مش لازم هتاكليها مع المكرونة، يعني عادي الملوخية بلقمة عيش كده، شوية مخلل هتبقى حلوة قوي. يعني الملوخية دي احنا حاطينها كده يعني ايه، زيادة، يعني اللي عايز ياخد له معلقة ملوخية ولا حاجة. وبألف هنا عليكم. باي باي.